السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في أتم صحة وأحسن حال. النهاردة عادي، مش فيديو فطور، لا أنا النهاردة عملت معاكم الروتين المسائي بتاعي ايه بعد الفطار إن شاء الله. هنا طبعا أنا كنت الأول بعد ما خلصنا فطار، صليت طبعا المغرب. لازم ده قبل اي شيء، لازم قبل كمان ما تفطري تشربي عصير الاول او تاكلي تمر او اي حاجه تكسري بقى صيامك، وبعد كده تصلي المغرب، وبعد كده تفطري. بعد الفطار عادي برضو بستنى برضو لما اصلي العشاء والتراويح وكل ده، لا ادخل المطبخ، ما بدخلش المطبخ الا لما اخلص الاوقات اللي عليا. خلصت العشاء وصلت العشاء والتراويح والاوقات اللي عليا، وقريت الورد بتاعي من القرآن. قلت اجهز الفول ده للسحور. انا ده كنت ملياناه من الصبح، كنت حاطاه في ميه عشان بحب الفول احطه في ميه من الصبح. يعني اول ما صحيت من على الساعه 11 كده حطيته في المية كده لغاية بعد العشاء. هنا كانت العشاء أذنت وصليتها وكل حاجة. قلت أعمل الفول بتاع السحور. طبعا الفول طالما انت بلاه مش هياخد وقت معاك، ممكن كلها ساعتين وتاكليه. يعني ما تقوليش الوقت متأخر، لا، هي كلها ساعتين أو بالكتير 3 وهو يستوي. أنا طبعا هنا كنت بعد العشاء، يعني كانت على حوالي الساعة مثلا كده قولي 8 8:30. قلت راح أحط الفول. هنا كنت شطفته أكتر من مرة، جبت الدماسة، حابة تحطيه في دماسة ماشي، حابة تحطيه في حلة ماشي، يعني اللي يريحك. بس انا طالما عندي دي الدماسة دي اسمها دماسة، على حسب انت ما تقولي على اسمها. طالما انا عندي دي بحب احطه فيها، ما بحطوش في الحلة. انا بس بغسله كويس واحط عليه مية زي ما انتوا شايفين كده، بملاها مية، ويفضل كمان تكون مية سخنة عشان يسرع معاك في السوا. ولو حابة تحط له مثلا معلقتين، انا حبيت ازود مية كمان، لو تعوز مية كمان زودته. حابة تحط معلقتين مية رز عشان المية بتاعته تبقى تخينة ماشي، مش حابة خلاص. وهي كمان كده كده اصلا بتبقى يعني ميته تخينة وكل حاجة. مش حابة خلاص، انا حطيت مية بس كده. وبعد كده تحطيه على نار، في الاول نار عالية. اول ما تحسبه ان هو هيغلي منك وطي زي الشمعة بالظبط، زي ما بقولك كده زي الشمعة، عشان ما يتحرقش منك من تحت ولا ولا يفور ولا حاجة خالص. وطبعا انا الغطا ده زي ما انتوا شايفين كده بحط له طبق فوقيه كده عشان يكتم لو انت هتحطوه على البوتاجاز حطوه على الشمع. بس انا عندي السخان ده سخان كهربا، دواتي عندي من ساعة ما اتجوزت ده. جبته وبحطه تحطيه في الفيشة ويسخن، تحط عليه الفول. طبعا هنا بيقعد حوالي مثلا عليه قولي ساعتين او ساعتين وشوية كمان عشان يستوي خالص، يبقى ناعم كده وزي ناعم خالص، يعني مفيش اي فولة وفولة، يعني كله بيبقى مستوي. بتسيبيه. انا طبعا سبته. هو طبعا انا حطيته ما اقولك على 9، يعني على حوالي الساعة مثلا بيستوي كمان قبل السحور يعني. ما بحبش احطه من الصبح، يعني اقول احنا كده كده هنسحر، وبحب هو احطه بعد العشاء عقبال ما تخلصي اللي وراكي. لو وراكي حاجه في المطبخ عايزه تعمليها، وراكي حاجه في الشقه مثلا عايزه تعمليها، غسيل مثلا هتغسليه. طبعا احنا في رمضان لازم برضو ورانا غسيل ورانا تنشير ورانا تطبيق ورانا كل الحاجه دي، يعني مش هنوقفها. انا كان عادي حطيت الفول، وبعد كده كان لسه ما عملتش حتى الفطار، مواعين الفطار. بس اللي بتغسل هنا بنتي، قالت لقيتني تعبانه زي ما انتوا سامعين صوتي كده تعبان، والله تعبانه وزوره تعبني وعندي برد. ادعوا في الكومنتات كده ان انا اخف. بنتي قالت لي هغسل يا ماما بدلك المواعين الفطار يعني. راحت هنا كانت بتغسلها هنا ده حاجات الجيلي ده اللي كنت عامله في الجيلي في الفيديو اللي فات، فطرنا بيه. والمواعين طبعا الفطار كلها كده بتبقى كتيرة، بس قالت يا ماما انا هغسلها بدالك عشان انتي تعبانة، هغسلها بدالك النهاردة. طبعا غسلت الحاجات دي الكوبايات الاول، طبعا تغسلي اول البداية الكوبايات عشان الكوبايات بتبقى نظيفة يعني. بعد كده دخلت على الاطباق والمعالق وكده يعني بسم الله ما شاء الله عليها يعني. انا معلماها يعني، وبتعرف تغسل زي بالظبط، انا معلماها يعني. يعني برضو بخليهم يدخلوا معايا المطبخ، ما مش مشكلة برضو لما تدخلي بنتك معاك المطبخ يعني تعلميها. وهي كبيرة بسم الله ما شاء الله عليها، يعني كبيرة كده وفاهمة وشايفين هي بتعمل زي بالظبط يعني، ما مش مختلفة عني. بس انا بقول لكم يعني ان هي دي بنتي يعني. حبيت تعمل مكان النهارده عشان تعبانة النهارده زي ما بقول لكم. واخدة دور برد متعبني خالص يعني. ادعولي في الكومنتات كده، وريت تشاهدوا الفيديو للاخر وتشتركوا في القناة. ومعلماها نفس اللي انا بعمله هي بتعمله. بعد ما تخلص بتغسل الفلتر
والحوض دايما لازم تغسله، والرخامة زي ما علمتها بالظبط. بس هي الحاجة الوحيدة اللي نسيتها البوتاجاز، بس الله يكون في عونها يعني، برضو عملت حاجات كتيرة يعني. المواعين كانت بتاع الفطار كتيرة يعني مش قليلة. انا عاد لما دخلت غسلته، انا البوتاجاز لقيته كده عايز يتغسل، غسلته بعديها مش مشكلة. هي شطبت لي، انا هدي انا اللي بغسل يعني البوتاجاز ده. طبعا ايه لازم البوتاجاز كده بعد الفطار بيبقى يتبهدل من شغل الفطار كده وطبخ الفطار بيتبهدل مننا. ايه قلت ايه برضه اخده معايا، غسلته كده. ولازم ايه نغسله كل يوم، يا ريت نفضل نغسله كل يوم كده عشان ما يتحرقش مننا. ادعوا في الكومنتات كده يا ربنا يشفيني. ويا ريت كده نشاهد الفيديو للاخر، ونخلي كل حبايبنا كده يشيروا الفيديوهات لحبايبكم كده عشان يشتركوا في القناة. نفس القناة تكبر بيكم كده وتحقق كل الشروط. انا بعمل كل اللي بقدر عليه، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات عاوزين نعمل لكم ايه. انا بعمل لكم الفيديوهات على الطبيعة، مفيش اي مجاملات ولا اي تصنعات، كل اللي بعمله في البيت هو اللي بصوره لكم يعني. طبعا هنا كان خلاص الفول استوى، وكان خلاص ميعاد السحور قرب. قلت ايه قشرت كام بطاطسايه كده، قلت اعمل لهم فطار النهارده. اعمل لهم مع الفول بطاطس محمره. جبت كام بطاطسايه كده كنت جايباها معاكم في المشتريات كده حلوه. وكانت مقرمشه كده من بره وطريه من جوه، انا بحب البطاطس المقرمشه من بره وطريه من جوه. وكان عندي واحده، هي كانت واحده بس، بتنجانه واحده بس، القليه دي برضو قلت اقلها لهم برضو. جزء حبها بالطماطم، وجزء حبها من غير طماطم. يعني عملت لهم اللي يحبوه، ده اللي حابب ياكل كده حابب ياكل كده حاجه. وما تقوليش الحاجات دي بناكلها على الفطار على السحور، لا، ما احنا طبعا بناكل يا زبادي يا بنشرب رايب بعديها. وطبعا لازم ايه الحاجه ده الفول اللي انا عملته ده، شايفينه ناعم ازاي. طبعا تحط عليه معلقه سمنه بلدي، وتحط كزبره وكمون وملح وليمون. الحاجات دول هي اللي بتخلي طعم الفول في حته تانية. لازم معلقه السمنه البلدي دي، انا ما باكلش الفول الا بالسمنه البلدي. وده العيش طبعا كنا لسه جايبينه من الفرن. كنت بجهز هنا السحور، طبعا كان خلاص السحور خلاص يعني هنتسحر. قولوا لي انتوا بتتسحروا على الساعه كام؟ هنا ده الفول طبعا بحطه في الاطباق. قولوا لي كده بتتسحروا على الساعه كام كده في الكومنتات، يا ريت نتفاعل في الكومنتات وتكتبوا لي الحاجات في الكومنتات كده. بلاش ايه تشاهدوني كده ومفيش كتابه اي كومنت. يا ريت تفرحوني بالكومنتات، والله الكومنتات بتاعتكم بتفرحني. لما بشوف كومنت او اتنين كده بفرح خالص يعني. هنا كنت حضرت السحور خلاص. هنا طبعا بعد السحور لازم نشرب ايه رايب او ناكل زبادي عشان يهضم علينا. هنا دي حطيت طحينيه وقطعت طماطم. وهنا البطاطس. شايفين السحور يفتح النفس ازاي. ما تنسوش في الاشتراك، ومع السلامه.